السلام عليكم. ازيكم يا أمارات، عاملين ايه؟ مساء الفل ويا مساء الجمال على عيونكم جميعا. يلا بينا نخش كده في الموضوع على طول، عشان وجبتنا النهارده وعشان أكلتنا النهارده مش محتاجة كلام، هي بتوصف نفسها. شايفين الجمال عامل ازاي؟ ونفسي قوي تكونوا مكاني وشامين الريحة بقى. يا ما شاء الله وتبارك الرحمن على دي أكلة تحفة جميلة جميلة. تعالوا بقى نشوف مكوناتنا هتكون عبارة عن ايه، عشان نطلع بالفراخ الدايبة دوب دي. هنعمل ايه كمان؟ اهو زي ما انتم شايفين قلبها ابيض وزي الفل، وحاجة كده تحفة ودايبة جدا. على طول في حلتنا كده على النار. طبعا الأكلة بتاعتنا دي يعني أكلة الحلة الواحدة. أكلة الكبسة دي معروفة هي حلة واحدة بس، وهنكون أنجزنا الوصفة بتاعتنا كلها. على طول في حلة كده على النار حطيت شوية من الزيت ومعلقة محترمة كده من السمنة، وهنزل عليها على طول ببصلتين حلوين كده متقطعين، يعني مكعبات صغيرة. هابتدي بقى إن أنا أشوّح فيها كده. طبعًا أنا مش محتاجة البصل ياخد منّي لون ولا حاجة خالص، هو بس مجرد إن البصلة بتاعتي تدبل. هتشوفوها معايا دلوقتي هتوصل معايا لأنهي شكل. على طول كده خلاص أهي، كده خلاص وصلت للي أنا عايزاه. هابتدي بقى أنزّل قطع الفراخ بتاعتي، وطبعًا يعني لو أنتِ حابة إنِّك تعمليها بصدور بس أو فرخة حتى مخلية بدون عضم بقى وبدون الجلد وبدون الحاجات دي كلها برضه ما فيش مشكلة. بس أنا بصراحة باحبها كده، لإن باحس إن أنا باخد يعني البيور بقى بتاعة الفرخة دي محترمة كده وكاملة متكاملة. طبعًا زي ما أنتم شايفين هي تقليبة واحدة بس، وابتدي بقى إن أنا أحط التوابل بتاعتها كده علشان نطعم الفراخ دي بأحلى طعم. في ناس طبعًا زي ما قُلت لكم بتحب إن هي تضيف الرز مع الفراخ وخلاص وتكمّل سواها على كده مع بعض، لكن أنا بصراحة ما بافضّلش الطريقة دي. هتشوفوا دلوقتي أنا هاعمل إيه، وباطلع بأحلى طريقة وأطعم رز وأطعم فراخ بالوصفة بتاعتنا دي. على طول بقى حطيت الفلفل الأسود بتاعي وحطيت الملح. هابتدي بقى ببهارات الكبسة بتاعتنا أو الرز البرياني أيًا كان اللي عندِك، ما فيش أي مشكلة خالص. طبعًا دي معلقة كده ونُص من بهارات الكبسة بتاعتنا. يعني لو العطار عندِك مسميها بهارات كبسة ماشي، مسميها بهارات رز برياني برضه ما فيش مشكلة. وطبعًا أنا حطيت كده معلقة كبيرة من الزعفران، وده طبعًا بيفرق كتير جدًا. حطيت بقى حبهان مطحون وورق لورا مطحون، وأحط كمان ورق لورا مش مطحون، لإن بيقوي طعمها وبيبقى تحفة، بيبقى سهل عليَّ إن أنا أشيله. لكن الحبهان بصراحة أنا مش باحطه غير مطحون. والقرفة طبعًا. القرفة ممكن قرفة عدان، لكن لو مش متوفرة عندِك زي كده حطي قرفة مطحونة وهتبقى جميلة جدًا. زي ما قُلت لكم حطيت كمان الورق اللورا أهو. هابتدي بقى أشوّحهم تشويحة حلوة كده مع بعض. هي دقيقة بس اللون بتاعنا هيطلع أهو، وهنشوف أحلى حاجة في الدنيا. طبعًا خلّي بالنا تبقى النار واطية في المرحلة دي، علشان أنا مش عايزة أي حاجة تاخد لون ولا لونها يغمق، عايزة أطلع بلون أصفر حلو أوي. عندي طماطميتين كده مبشورين بشر خشن اهو زي ما انتم شايفين، وكمان كنت محضره معايا على جنب كده جزرتين او 3 مبشورين على حسب حجم الجزر يعني. أنا كنت عاملة فرخة بس هي ما شاء الله كانت كبيرة، فأنا كنت مقطعاها قطع كتير يعني زي ما انتم شايفين. وكمان كنت عاملة معايا غاسلة كيلو من الرز البسمتي. وطبعا الرز البسمتي أنواع كتير جدا وأسعار كتير جدا فمش هنتكلم عليه، مع إنه سعره بقى غالي، بس احنا بنتكلم على الرز البسمتي الهندي، هو أنضف نوع للرز البسمتي. بصراحة بدون الرز البسمتي في المعتاد بيبقى ليه بخرة كده عادية أو بخرة معروفة يعني، لكن الرز البسمتي الهندي أنضف حاجة ده مش موجود فيه البخرة اللي كلنا بنتضايق منها، أو معظم الناس اللي ما بتحبش الرز البسمتي ده بدون البخرة اللي إحنا بنتكلم فيها دي. على طول بقى هاقلِّب بقى تقليب سريع كده عشان طبعًا أبقى متأكدة من إن كل حاجة معايا مش واخدة لون غامق ولا حاجة، ولا حاجة لازقة في الحلة ولا أي حاجة خالص. على طول كده وطّيت عليها وسِبتها تاخد سواها كامل، كامل. وهدّيت عليها النار طبعًا لحد ما وصلت معايا للمرحلة دي. طبعًا أنا اللون بتاعي خطير. هابتدي بقى أشيل الفراخ بتاعتي دي. في الوقت ده لو أنتِ حابة الرز اللي أنتِ غسلتيه تضيفيه بقى على الفراخ بتاعتِك ماشي، مش حابة هتعملي زي ما أنا عملت كده. وبصراحة أنا بافضّل الطريقة دي بصراحة. يعني في الوقت ده كانت الفراخ بتاعتي خدت سِوَى كامل إلا 10 دقايق بس من وقتها. يعني لو أنتِ الفرخة بتاعتِك هتاخد سِوَى ساعة، فهنشيلها قبل الساعة ب10 دقايق كده على جنب. طبعًا أنا باطلّع حاجتي دي في صينية كده، علشان هادخّلها الفرن هتاخد لون حلو كده وجميل. هابتدي بقى إن أنا أزوّد بقى الشوربة بتاعتي دي لومي، ولو أنتِ حابة تضيفيه من الأول ما فيش مشكلة، وهاضيف كمان شوية مَيّة يغلوا كده مع بعض، وهاشيل شوية كده على جنب. هاقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم إيه.
وهنزل على طول الرز. طبعا زي ما قلت لكم انا ضفت هنا اللومي، ما ضفتهوش ليه من الاول مع ان كنت محتاجه طعمه في الفراخ، لكن انا ما ضفتهوش لان لما بضيفه من الاول بيتهري كده معايا في الرز بيبقى مش لطيف. هنعمل بقى صلصه الدقوس المعروفه بتاعتنا، طماطم وفلفل حامي كده وليمون، وهضربهم في بعض وهنشوفهم دلوقتي كمان شويه عاملين ايه مع بعض. هنا الرز بتاعي ابتدى يتشرب كده زي ما انتم شايفين، هحط بقى على وشه الجزر المبشور ومش هقلبه، انا هحطه على وشه كده بس، وهبتدي ان انا اغطي واسيبه بقى يكمل تشريبه براحته لحد ما يستوي معايا. هنا بقى كنت ضربت خلاص الطماطم والفلفل مع بعض، وكمان عصرت عليهم كده، حطيت عليهم الخل وفلفل اسود، واحط بقى شويه بهارات حلوين كده يطعموها لي. وطبعا لو انت هتضيفي عليها توم فريش فانت هتضيفي في الوقت ده توم فريش. وهعصر بقى عليهم ليمونه كده. لو قلت لك لو انت هتحطي توم فريش هتضربيه معاهم في الخلاط نص ضربه كده، او في الكبه او هاند بلندر، اي حاجه المتاح عندك هتعملي بيه زي ما انتم شايفين. يعني بصراحه التغميسه حلوه قوي قوي للرز المبهر بتاعنا او الكبسه بتاعتنا دي، حاجه كده جميله. طيب انا هنا كده ما كانش عندي توم فريش في الوقت ده فضفت عليها توم مفرز يعني، طبعا بيبقى مفروم وناعم فمش محتاج معايا اي حاجه خالص اهو. هضيف بقى معلقه حلوه كده من التوم مع تقليبه سريعه. طبعا دقتي بقى الحقيق بتاعي وابتديت ان انا اظبطه اهو زي ما انتم شايفين على طول، تقليبه كده في السريع. خلاص كده السلطه بتاعتنا جاهزه او الدقوس بتاعنا جاهز، وهنشوف الرز بتاعنا شكله عامل ازاي، وكمان الفراخ بتاعتنا لونها خطير قد ايه. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. ويا رب تجربوها وتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهارده، حاجه كده سهله وسريعه وفي حله واحده زي ما قلت لكم، والطعم والريحه جباره، طبق يشرفك قدام كل اللي هياكل منه. الف هنا وشفا على كل اللي هيجربها ان شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الطعامه؟ شايفين الرز بتاعنا عامل ازاي؟ يعني مش محتاج يتكلم، شويه البخار اللي طالعين دول طالعين بريحه جباره. وبكده تكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوني ان شاء الله في فيديو جاي قريب مش بعيد بإذن الله، وهتكون فيديو رائع رائع رائع. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.